قال لي: "ممكن أطلب منِّك حاجة أنا نِفْسي فيها؟" قُلت له: "نِفْسك في إيه؟" قال لي: "بصراحة أنا نِفْسي آخدك في حضني." سكِتّ كده ما قدرتش أرُد عليه، لحد ما لقيته فعلًا بدأ يتقرّب مني، وفعلًا لأول مرّة في حياتي إن أحس إن أنا في حضن حد بجد، وحسيت إن هو حاسس بيّا وبيحتويني، وعارف قد إيه إن أنا كان نِفْسي في حد يحتويني كده. أنا ما كنتش أتخيّل في يوم من الأيام إن بتاع الخضار اللي ساكن تحت بيتي يكون بيفكّر بالطريقة دي، وما أعرفش إزاي أنا للأسف طوعته في كل حاجة هو كان بيطلبها منّي. وللأسف اللي حصل لي منه في الآخر ما كانش في أي واحدة تقدر تستحمله. أنا سامية عندي 27 سنة، اتجوزت من جوزي سيد. جوزي ده كان شغال نقاش، وكنا قاعدين في شقة بالإيجار، والشقة اللي احنا قاعدين فيها في منطقة شعبية، وكنت ساكنة كده في الشارع اللي فيه السوق. عارفين انتوا الشوارع اللي بتبقى فيها سويقة ومليانة خضار، اللي هي الأحياء الشعبية دي. من سنتين كده في واحد جه أجر المحل اللي تحت بيتي بالظبط، اللي تحت الشقة اللي أنا ساكنة فيها. هو كان شاب كده، كان عنده حوالي 35 سنة، وكان فاتح قبله واحد بياع سمك، لكن بياع السمك ده كنت دايما بشتري منه لكنه مشى. وبعد ما مشى جه مكانه الراجل ده وفتح. انا دايما بنزل اجيب حاجتي من السوق، الخضار بجيبه على طول طازه من السوق، بنزل اتسوق كده كل يوم لاني قاعده في البيت ما بشتغلش، فما فيش اي حاجه بعملها غير ان انا بنزل اتسوق. فبنزل اجيب الخضار من اقرب واحد ليا علشان يعني ما امشيش مسافه كبيره. فما صدقت قوي ان انا لقيت واحد خضري هيفتح تحتي بالظبط، اذا كده ان انا مش همشي كتير كل يوم، ويا دوبك بس هنزل اسوق لي منه تحت، على هنزل اشتري شويه طلبات من السوبر ماركت وخلاص على كده. فبأول ما فتح الخضري ده بقيت دايما بشتري من عنده كل حاجة. ولاحظت بقى ان انا كل ما بروح عنده بيبيع لي الخضار دايما بسعر اقل من اللي هو بيكتبه. وبقول ما يمكن بيعمل كده علشان يعني انا جارته وكده. فبصراحة ما كنتش بستغرب من الحتة دي قوي، بقول عادي يعني علشان انا جارته وكده فدايما بيخفض لي في الاسعار. واكيد هو بيعمل كده علشان هو انسان ذوق ومحترم. لحد بقى ما جت على ايام جوزي، كان جوزي حالته صعبة جدا، ما كانش بيلاقي فيها شغل علشان يعني التعب زاد عليه وكده. هو كان شغال في الحاجات بتاعة النقاشة والكيماويات والكلام ده. فالشغل النقش اللي بيشتغله ده تعبه وسبب له ظروف صحية يعني، تعب له يعني الجهاز التنفسي والرئتين والكلام ده. والظروف بقت صعبة علينا قوي لدرجة ان انا بقيت دايما بشتري الاكل من الناس اللي اعرفهم ويعرفوني، وبجيب بالشقق يعني من السوبر ماركت اللي حوالينا والمحلات. ولما ربنا بقى يبعت لي فلوس كده من عند ابويا وامي، يجوا يدوني مثلا شوية فلوس كده زي موسم او حاجة زي كده، كنت بنزل واسدد كل الفلوس اللي عليا. ولما رحت لبتاع الخضار ده قلت له معلش، استأذنته كده قلت له ينفع اشتري منك خضار وبعد كده ابقى احاسبك، يعني احاسب بعدين بنظام الشقق وكده يعني. قال لي انت اتفضلي تاخدي اللي انت عايزاه في اي وقت وما تجيبيش فلوس ولا اي حاجه خالص. قلت له لا لا لا، بس احسبهم لي على النوته وكده. وفعلا بقيت اخد منه عنده الخضار كل شهر، وبقى عليا كده مبلغ كبير، يعني بقى لي كده 3 شهور بشتري من عنده وما بسددش الفلوس اللي انا بشتريها. وجوزي كل ده كان قاعد في البيت، ما بقيتش بقى عارفه اعمل ايه، لحد ما انا فكرت بقى ان انا لازم اتصرف وابيع اي حاجه من العفش يعني بتاعي وكده. انا كنت يا دوب لسه عروسه جديده، لسه متجوزه بقالي 3 سنين اهو، هتم السنه الرابعه. ما كانش لحد دلوقتي لسه ربنا رزقني بأي أطفال. فقلت لازم إن أنا أبيع حاجة علشان أسدد الفلوس اللي عليا، لأن بصراحة كان شكلي وحش جدا. ما بقتش قادرة إن أنا أعرف أشتري أي حاجة. وكمان أهلي بدأوا إن هم بعد سنتين من جوازي بدأوا إن هم يقللوا المواسم وما عندوش بيدوني فلوس زي الأول. أنتوا عارفين الدنيا بقت غالية والحياة بقت صعبة، فالأهل هيجروا ورا إيه ورا إيه. أصلا أهلي عندهم أختي لسه ما اتجوزتش وبيجهزوها. ففكرت بقى إن أنا لازم أتصرف مني لنفسي، فكرت بقى إن أنا أبيع أي حاجة من عندي. فبصيت كده على الشاشة بتاعة التلفزيون بتاعتي، ما كنتش عارفة بصراحة إن أنا أبيعها لمين. المهم فكيتها، وقبل ما أفكها كده نزلت تحت في الشارع وقلت أما أسأل كام واحد يعني من اللي أعرفهم كده، وأسأل جيراني والناس اللي حواليا، يعني لو حد محتاجهم أو حد محتاج حاجة. المهم نزلت ولقيت واحد عاوزها، بس للأسف هو نزل في سعرها كتير. يعني أنا كنت شارياها ب5000 جنيه ساعة ما كانوا أهلي بيجهزوني وكده. فقلت أما أجيبها يعني هبيعها على الأقل كده ب4.5 مثلا ولا 4. لو مش جايبة لي فلوس قوي هبيعها ب3000 واسدد الفلوس اللي عليا. لكن للأسف اللي كان عايز ياخدها مني ما كانش عايز ياخدها غير ب2000 جنيه. طبعا أنا رفضت وقلت له لا، ده أنا جايباها غالية، وهو طبعا مرضيش إلا ب2000، فسبته ومشيت. لحد بقى ما رحت لبتاع الخضار اللي تحت البيت ده، وحسيت إن هو يعني كانت ظروفه حلوة لأني عنده كده عربية نص نقل ملكه. والناس كانت بتتكلم عنه إن هو على الرغم إنه شاب بس حالته المادية تمام التمام. فرحت له بقى وقلت له على فكرة ان انا عايزة ابيع، عندي يعني عندي شاشة كده وعايزة ابيعها، ايه رأيك تشتريها؟
هو تقريبًا كده حَس إن أنا بابيعها علشان مش معايا فلوس، خصوصًا يعني إن هو عارف إن أنا باخد منه الخضار يعني بنظام الشُكُك وكده، وبقى لي شهر أو أكتر ما بادفعش الفلوس اللي عليَّ، فلقيته بيقول لي: "طَب بُصّي أنا عايز أطلب منِّك طلب." قُلت له: "خير اتفضل عايز إيه؟" قال لي: "تعالي بس نُقف على جنب علشان يعني الناس ما تسمعناش وكده." المهم بعدنا عن المحل شوية، ولقيته بيقول لي: "هو أنتِ ممكن تعتبريني أخ ليكِ وتقبلي الطلب اللي أنا هاطلبه منِّك؟" قُلت له: "إزاي يعني مش فاهمة." قال لي: "بُصّي يا ستي أنا زي أخوكِ وإحنا كلنا يعني بنتعرّض إن أي حد فينا كده تحصل له زنقة والّا ضيقة في الفلوس وتحصل له ظروف زي دي وأكتر من كده كمان، وأنا عارف إنِّك يعني عايزة تبيعيها علشان الفلوس معاكِ مزنقة وعلشان الظروف معاكِ مش أحسن حاجة، وكمان أكيد الظروف مع والدِك مش كويسة." قُلت له: "والدي إيه؟ ده أنا متجوّزة يعني على فكرة أنا مش صغيّرة ده أنا متجوّزة." قال لي: "لا، لا والله ما شاء الله ده أنتِ اللي يشوفِك يقول إنِّك عندِك 18 سَنة والّا 19 سَنة، ده أنتِ شكلِك صغيّر أوي، أُمّال أنتِ عندِك كام سَنة؟" قُلت له: "لأ ده أنا يعني داخلة أهو على 28 سَنة." قال لي: "معقولة! والله اللي يشوفِك يقول عليكِ 19 سَنة وكلام من ده." قال لي: "طيب أنتِ جوزِك بيشتغل إيه؟" قُلت له: "والله هو جوزي كان بيشتغل نقّاش وكده، بس صدره تعب فجأة من الحاجات اللي كان بيشتغل فيها، كان بيشتغل في شركة كيماويات وكده وبيعمل نقاشة، ودلوقتي هو قاعد في البيت بقى له شهر." قال لي: "طيب بُصّي إحنا هنتفق اتفاق حلو." قُلت له: "اتفضل." قال لي: "هو التلفزيون ده أنتِ كنتِ هتبيعيه بكام؟" قُلت له: "يعني أنا كنت ناوية إن أنا أبيعه على 4 والّا أبيعه على 3 بس قُلت 3 لكن ما حدش راضي يدّيني 3 وواحد كان واخده منّي ب2000." قال لي: "طيب طالما أنتِ كنتِ هتبيعيه ب3 بُصّي بقى أنا هادّي لأختي 3000 جنيه وخلّي يا ستي التلفزيون عندِك زي ما هو أهو، وأنتِ يا ستي لمّا ربنا يفرجها عليكِ وبتدفعيهم وقت ما تحبّي، يا ستي حتى لو هتقسّطي لي 100 جنيه كل شهر أنا ما عنديش أي مشاكل." طبعًا أنا في الأول رفضت لإن ده شخص غريب عني وأنا ما أعرفوش وعمري كمان ما أخدت فلوس من حد يعني من حد غريب كده قبل كده، بس هو بقى فضل مصمم على كلامه إن أنا لازم آخُدهم وفضل يتحايل عليّا وقال لي دي أقل حاجة تانية وقال لي: "في حاجة." قُلت له: "اتفضل." لقيته بيعرض عليّا قال لي: "باقول لِك إيه، أنا واقف في المحل لوحدي يعني وبافكّر إن أي حد عايز ييجي يساعدني يقف معايا، فأنتِ إيه رأيِك لو تقولي يعني لجوزِك إن هو ينزل وييجي يشتغل معايا ويساعد برضه معايا وهو يشوف له كده شُغلانة بسيطة معايا." قُلت له: "والله فكرة، بس في مشكلة، طَب أنا هاعرّف جوزي إزاي بحاجة زي كده وإن أنت محتاج يعني حد هو أصلًا ما يعرفش إن أنا وقفت يعني معاك واتكلّمت، وفكرة إن أنا لو قُلت له إن أنا وقفت معاك واتكلّمت هيقول طَب إيه اللي يوقّفِك معاه يعني وممكن يعمل معايا مشكلة كبيرة أنت عارف بقى إن هو بييجي لي وكده." قال لي: "خلاص بُصّي يا ستي أنتِ ممكن مثلًا تقولي له إن أنتِ كنتِ واقفة بتشتري منّي خضار وكده وسمعتيني باتكلّم من زبونة إن أنا محتاج حد يشتغل معايا وكده، ولو لقيتيه وافق خلّيه ينزل." قُلت له: "خلاص فكرة كويسة أوي، أنا هاقول له." فقال لي: "هو جوزِك اسمه إيه؟" قُلت له: "هو اسمه سيد." قال لي: "خلاص كلميه كده وربنا يسهّل، كلميه كده على بالليل لمّا تكون الدنيا رايقة." المهم طلعت البيت وأنا كنت فرحانة أوي وما صدّقت إن أنا حسّيت بقى إن الدنيا لسه بخير وإن الحمد لله إن أنا لقيت شغل والراجل ده زي ما يكون فتحة خير عليّا، وإن في الحمد لله واحد غريب وقف جنبي لمّا عرف يعني ظروفي اللي زي الزفت وكده. طلعت بقى البيت وبعد ساعة كده باصحّي جوزي من النوم وقُلت له: "باقول لك إيه، أنت لازم تشوف شغلانة، لازم تشتغل أي حاجة، إحنا مش هنعرف نعيش، إحنا ظروفنا زي الزفت." قال لي: "يعني أعمل إيه يعني هو أنا كنت لاقي شغلانة وما اشتغلتش؟" قُلت له: "طب بُص بقى على العموم أنا النهارده كنت واقفة عند بتاع الخضري اللي تحتينا بالضبط، ولقيت الراجل بيتكلم إن هو لسه مأجّر جديد وبيتكلم مع واحدة وبيقول لها ده أنا محتاج أي حد ييجي يشتغل معايا لإنه واقف لوحده، فأنت يا سيدي ممكن تكلمه وتنزل تشتغل معاه." قال لي: "هو أنتِ عايزاني على آخر الزمن أشتغل بتاع خضار وأبقى خضري؟" قُلت له: "طب وماله بتاع الخضار يعني، مش أحسن يعني من قعدتك في البيت اللي ما لهاش لازمة دي؟ وبعدين يا سيدي بتاع الخضار اللي أنت بتتريق عنده ده ما شاء الله بيقولوا إنه عنده بيت مِلك وعنده كمان عربية نُص نقل وهو لسه شاب صغير وبصحته، إيه رأيك روح واستفاد منه وخُد خبرة من الشغلانة دي وابقى يا سيدي افتح لك محل بعد كده لو عايز، يالّا زُق لنا زقة أي حاجة، وبعدين أحسن من قعدتك دي اللي بقت تحوجني للي يسوى من اللي ما يسواش وبقيت أمِد إيدي للناس." قال لي: "لأ مش هاشتغل." وما أعرفش إيه، فعملت خناقة بقى كبيرة معاه وكانت واقفة على الطلاق، يعني كنت خلاص مصممة إن أنا لازم أتطلّق، لحد بقى ما الأهل اتدخلوا في الموضوع كده وعرفوا باللي حصل وكلّهم طبعًا غلّطوه ووقفوا في صفّي، واتفقنا خلاص إن هو هينزل أهو يشتغل وأنا كمان بقى باحمد ربنا إن أنا ما كانش لحد دلوقتي معايا أي عيال منّه، يعني الحمد لله ربنا عالم بأحوالي إن أنا أقدر أستحمل يعني الجوع والعطش، لكن أنا لو معايا طفل يعني صغير في الظروف المهببة اللي فيها دي أنا ما كنتش ساعتها هاعرف أعيش. المهم جوزي بقى نزل وكلم الراجل واشتغل معاه فعلًا واشتغل حوالي كده شهر، ورجع للأسف عِيِا تاني وللأسف التعب والمرض زاد عليه جدًا
عن الأول، وللأسف المرة دي بقى اتحجز في المستشفى، لإن كان عنده مشاكل خطيرة جدًا في التنفس والرئة والكلام ده، عشان يعني الظروف اللي مَر بيها قبل كده في فترة شغل النقاشة وكده. للأسف خلال الفترة دي أنا كنت بامُر بظروف صعبة أوي، لكن كان الخضري ده صاحب محل الخضار كان بيقف معايا جدًا بطريقة غريبة، كإني كده واحدة من عيلته. وبصراحة أنا بدأت أعجب بيه وبشخصيته من كتر المواقف الكويسة اللي هو كان بيعملها معايا، ده غير كرمه وحنيته وذوقه. يعني كرمه وحنيته وذوقه دي ما شُفتهاش من حد مع أهلي. حسيت إن هو كمان بدأ يتقرّب منّي، ولمّا كنت كمان باروح لجوزي في المستشفى علشان أزوره وهو محجوز كنت بالاقيه على طول بييجي ويسأل عن جوزي. وكمان لقيته في يوم من الأيام كده بيطلب رقم التليفون بتاعي يعني، وقال لي عشان أبقى أطمن عليه وكده، فقُلت له خلاص ما فيش مشكلة، ورُحت مديّة له رقم تليفوني. وجوزي بقى فضل للأسف محبوس في المستشفى لمدة شهرين. الشهرين دول بقى كان بتاع الخضار ده كان دايمًا بيكلمني في التليفون من الوقت للتاني كده ويتصل بيّا يطمن عليَّ، وكنا بنقعد نتكلم بالساعات، وعرف كل تفاصيل حياتي. وقال لي كمان إن هو للأسف مش متجوز طول الفترة دي، وإنه كان في الفترة دي بيكوّن نفسه وكده، وكان سايب البلد بتاعته ومتغرّب علشان ييجي يشتغل ويكوّن نفسه، وما لوش أي حد هنا خالص، ما لوش حد في البلد دي يعني. هو له بيت مِلْك بس في بلده، في بلد يعني هو كان من بلد صعيدي يعني بعيد. فهو كان جاي المدينة هنا علشان بس يشتغل، لإنه عارف إن الظروف بتبقى في المدن الفلوس يعني بتبقى فيها أحلى والمرتبات أحلى. فجه وأجّر شقة وقعد فيها لوحده. هو بصراحة صِعِب عليّا جدًا، وفي الوقت ده أنا اتمنيت إني أكون مش متجوزة، علشان كان نفسي بس إن أنا أسعده أو أعمل له أي حاجة أو أحسسه إن أنا جنبه زي ما هو كان واقف جنبي. المهم فضلنا نتكلم كتير أوي واتعرّفنا على بعض، لدرجة إن هو في يوم من الأيام اعترف لي إن هو حبّني من أول مرّة كده شافني فيها، لكن هو كان خايف وما كانش قادر يقول لي حاجة زي كده. كمان أنا اعترفت له وقُلت له بصراحة أنا معجبة بيك ومعجبة بشخصيتك ومعجبة بذوقك وكرمك، وبجد أنا مش هاقدر أنسى كل الجمايل اللي أنت عملتها معايا. المهم فضلنا يوم بعد يوم نتكلم مع بعض، وبقى في بينا علاقة حُب وحُب كتير أوي. وكل ده بقى وجوزي كان راقد في المستشفى، بس يعني كنت باصبّر نفسي يعني. لقيت نفسي باتكلم مع واحد، لإن أنا بصراحة يعني ما اخبّيش عليكم، أنا جوزي ما كنتش حتى باسمع منه الكلمة الحلوة، يعني والله العظيم كان حارمني من أبسط حقوقي، اللي هي الكلمة الحلوة. فبصراحة بقى أول ما لقيت حد بيحترمني وبيقدّرني وكمان مهتم بيّا، غصب عني بدأت إن أنا أملّله يعني، وبدأت إن أنا أتقرّب منه وأفكّر فيه، لحد للأسف ما ربنا جه كده يوم في الأيام وربنا افتكر جوزي واتوفى في المستشفى. في الوقت ده والظروف اللي كنت بامُر فيها أنا ما كنتش عارفة أزعل يعني على واحد عِشت معاه 4 سنين، يعني بقى لي متجوّزاه بقى لي 4 سنين وعايشة معاه، والّا أفرح عشان بقى في حياتي يعني حد تاني وكده ومهتم بيّا، لحد بقى ما خلاص أخدت العزا بتاع جوزي. وعدّى كده أول أسبوعين وعدّى شهر كمان، المفروض إن أنا خلاص بقيت قاعدة في الشقة لوحدي، وكمان مش معايا أي فلوس ولا حد بيساعدني. وأنا أصلًا أنا وجوزي يعني كنا مأجرين الشقة دي. فأنا قُلت لبتاع الخضار إن أنا خلاص يعني هاسيب الشقة دي وأروح أعيش في بيت أهلي، لإني يعني مش معايا فلوس إن أنا أدفع إيجارها وكده. كان هو ذوق أوي وعرض عليَّ إن أنا أقعد فيها وقال لي هادفع لِك الإيجار وكده. أنا بصراحة رفضت، وغير كده كمان أهلي مش كانوا هيوافقوا إن أنا واحدة يعني أرملة وأقعد في شقة لوحدي. قال لي خلاص ماشي، على العموم أنا هاكلم صاحب البيت يعني وأقول له لو عندك شقة إيجار في البيت كده وأنا هاخدها منه يعني هو هياخد الشقة اللي أنا كنت قاعدة فيها، بحيث يعني إن أنا أول ما أعزّل من هنا هو هياخدها من هنا. قُلت له خلاص تمام. وفعلًا أنا مشيت ورُحت عِشت عند أهلي وهو أجّر الشقة بتاعتي. ومن أول هنا بقى وبدأت أعمل حاجات أنا ما كنتش بقى أتخيلها، ما كنتش متوقعة إن أنا أوصل للدرجة دي إن أنا أعملها يعني، بس فعلًا كل ده كان غصب عني. طبعًا كنا بنتكلم بقى كتير، بدأنا أنا وهو نتكلم كتير، وبدأت إن أنا أحبه جدًا، جدًا. وكان بيطلب مني مثلًا إن أنا آجي له الشقة يعني عنده بما إنها فاضية وما فيش حد قاعد، بحجة يعني إن الشقة عايزة تتوضّب كده وتترَّق على خفيف، وعاوزني أروح يعني علشان أعملها له أو أعمل له أكلة. فأنا بصراحة كنت باخاف يعني أروح علشان ما أعملش أي حاجة غلط. رفضت كذا مرّة، فقال لي: "هو أنتِ خايفة منّي والّا إيه؟" قُلت له: "لا والله مش خايفة، بس أنا فعلًا خايفة من نَفْسي." قال لي: "خلاص ما تخافيش، أنا هاتفق معاكِ اتفاق، أنتِ هتيجي المحل وهتاخدي منّي المفتاح بتاع الشقة وتطلعي، تضبّطي الشقة وتروّقيها، وأنا مش هاطلع لِك يا ستي خالص، أنا هاكون طول الفترة دي واقف تحت في المحل علشان يعني أنتِ ما تخافيش وكده." قُلت له: "خلاص إذا كان كده ماشي." وكنت باروح له فعلًا وأخدت منّه مفاتيح الشقة وطلعت. وأول ما دخلت الشقة بقى كده قعدت أعيّط، لإنّي افتكرت فيها كل الذكريات بتاعتي أنا وجوزي، وافتكرت إن أنا كنت قاعدة فيها وعايشة حياتي عادية طبيعية. طبعًا الذكريات دي كانت صعبة عليّا جدًا قبل ما أمشي في الشقة دي بالذات. المهم روّقت الشقة بقى، هي تقريبًا أصلًا كانت فاضية، ما كانش حاطط فيها حاجة، ما كانش حاطط فيها غير أوضة بس اللي هي بينام عليها، وحاطط دولاب. المهم عملتها له كده وروّقتها له في حوالي ساعة، ورُحت نازلة بسرعة اديت له المفتاح بتاع الشقة ولقيته كده بيدّيني فلوس. المهم إن أنا اتعصبت واتضايقت ورفضت آخد منه أي حاجة ورُحت ماشية. وبعد ما
ما مشيت كده وأنا في الطريق رُحت متصلة بيه وقُلت له: "هو ينفع اللي أنت بتعمله ده؟ هو أنت فاكر إن أنا جاية يعني علشان أعمل الشقة علشان خاطر إن أنت تدّيني فلوس وكده؟" قال لي: "لا والله أنا بادّيها لِك من باب المحبة والمجاملة وكده." قُلت له: "لا، لا خلّي المحبة دي في وقت تاني مش في الموقف ده يعني بالذات، وبعدين أنا جاية أعملها لك أنت مش عشان الفلوس يعني." قال لي: "طب والله العظيم أنا عارف إن أنتِ بتعزيني وعارف إن أنا باعزِّك وكده وتسلم إيدِك." قُلت له: "يا سيدي ده أنت حتى ما هُنتش عليك يعني تجيب لي حاجة أشربها كده." قال لي: "ما أنتِ اللي رُحتِ مخلّصة الشقة بسرعة ونزلتِ ومشيتِ، إن شاء الله يا ستي هاعوّضها لِك المرّة الجاية." المهم قُلت له: "خلاص ما فيش مشكلة." وضحكنا شوية مع بعض في التليفون ورُحت قافلة معاه وروّحت البيت. بعد كده حوالي 12 يوم كده لقيته بيقول لي إن أنا أروح أعمل له الشقة يعني عشان الشقة اتبهدلت من العفار والتراب وكده، وطبعًا أنا بابقى مطمئنة أوي وأنا لإني مش باعمل أي حاجة غلط، هو مش بيكون موجود في الشقة وقال لي إن هو مش هيكون موجود زي المرّة اللي فاتت. قُلت له: "ماشي خلاص أنا هاجي بس معلش يعني يا ريت تخلّيها كده آجي لك على الساعة 10:00 عشان يعني أكون لسه في أول اليوم وأنا لسه ورايا برضه حاجات تانية كذا حاجة هاعملها يعني في بيت أهلي وكده." المهم قال لي: "خلاص ماشي." ورُحت له بقى تاني يوم قابلته هناك في المحل وأخدت منه مفاتيح، وطلعت بقى أنا لبسي كان لبس يعني اللبس اللي بالبسه هو عبارة عن عبايات، وعلشان أشتغل في الشقة براحتي باقلع العباية علشان ما تتبهدلش مني يعني وأروح ويعني أنضّف بالحاجة الخفيفة اللي أنا لابساها عليَّ. المهم قلعت العباية وبدأت إن أنا أروّق الشقة، وبعد كده يعني بعدها ب10 دقايق كده سمعت فجأة صوت مفتاح باب الشقة بيفتح. أنا ساعتها اتوترت وفجأة لقيت الباب فتح ولقيته قدامي، وللأسف الأوضة اللي كان فيها العباية اللي أنا قالعاها دي كانت بعيدة عني، فجريت بسرعة على الأوضة علشان ألبسها فلقيته بقى راح جاي قافل باب الشقة وجه ورايا، وقال لي: "مالِك بتجري كده ليه؟ هو أنتِ مكسوفة مني والّا إيه؟" أنا ساعتها بتوتر كده كلمته ورديت عليه وقُلت له: "بصراحة أنا أول مرّة في حياتي يعني أكون مع حد غريب وكده ولوحدي." قال لي: "هو أنا يعني بالنسبة لِك كده غريب؟" قُلت له: "آه طبعًا أنت برضه بالنسبة لي غريب، مش أنت حد غريب والّا إيه؟" قال لي: "خلاص يا ستي سيبي العباية بس دلوقتي وامسكي الشنطة اللي أنا جايباها لِك دي وشوفي فيها إيه." لقيته كده جايب لي شنطة كبيرة ومليانة حاجات، خدتها منه وبافتح الشنطة كده لقيتها مليانة حاجات ساقعة كده وعصاير وحلويات كتيرة أوي. قُلت له: "إيه ده؟" قال لي: "يا ستي مش أنتِ كان نِفْسِك في حاجة تشربيها المرّة اللي فاتت، أديني جبت لِك أهو." قُلت له: "أيوه بس أنا يعني كان نِفْسي في إزازة عصير، ده إيه ده إيه كل ده، ده كده كتير." قال لي: "يا ستي ما فيش حاجة في الدنيا دي تقلق عليكِ، وعلى فكرة أنا برضه زيِّك بالضبط أول مرّة أكون مع واحدة وفي شقة كده لوحدينا، بس عمومًا يعني ما تخافيش أنا عمري ما هأذيكِ أو أعمل حاجة." قُلت له: "لا، لا، أنا مش خايفة على فكرة." قال لي: "طيب باقول لِك إيه ممكن أطلب منِّك حاجة كده أنا نِفْسي فيها." قُلت له: "أيوه نِفْسك في إيه؟" قال لي: "بصراحة كده أنا نِفْسي آخدِك في حضني." طبعًا سكت واتكسفت وما قدرتش أرد عليه لحد ما لقيته راح مقرّب مني وخدني في حضنه. وفعلًا لأول مرّة في حياتي أحس إن أنا في حضن حد بجد، حسيت إن هو حاسس بيّا أوي وعارف قد إيه إن أنا كان نِفْسي في حد يحتويني كده. فضل حاضني كده شوية وقال لي إنه حاسس إن هو فرحان أوي. قُلت له: "أنا كمان فرحانة أوي وأول مرّة يكون نِفْسي في حاجة وتتحقق." قال لي: "بصراحة ده أنا اللي فرحانة، أنا اللي كان نِفْسي في حاجة ومبسوطة أوي إن هي اتحققت ومبسوط وأنتِ قريبة منّي." المهم ضحكت وقُلت له: "بس أنت كده بقى هتدفع كتير." باقولها له يعني بضحك، لقيته بيقول لي: "وأنا عينيّا ليكِ يا غالية، كل اللي نِفْسِك فيه أنا هاعمله لِك." قُلت له: "أنا مش نِفْسي في أي حاجة، أنا أهم حاجة عندي بس إن أنا أشوفك سعيد ومبسوط." المهم قعدنا مع بعض شوية وما حصلش ما بيننا أي حاجة في اليوم ده. قُلت له جيت بقى على الساعة 19:00 كده قُلت له بقى: "أنا لازم أمشي دلوقتي علشان مش هينفع إن أنا أتأخّر كل ده برّه البيت." فراح هو نزل قبلي على المحل وأنا رُحت لابسة العباية بتاعتي ونزلت علشان أدّي له مفتاح الشقة، ولقيته بيحلف عليّا إن أنا لازم آخُد الفلوس اللي هو كان مدّيها لي، وكان حاطط لي فلوس كده في ورقة ولاففهم، أنا ما أعرفش هُم كام، لكن لقيته راح حالف عليّا وقال لي: "قسمًا بالله لو ما أخدتيش الفلوس دي هيكون الكلام ده آخر كلام ما بيني وبينِك." فرُحت واخداهم منه ومشيت، ولمّا كده وصلت البيت بافتح كده البوك اللي كان فيه الفلوس باطلّع الفلوس كده باعدّهم لقيتهم حوالي 1000 جنيه، أنا طبعًا ما كنتش مصدّقة المبلغ ده يعني من كتر الفرحة ما كنتش مصدّقة، أول مرّة إن أنا أمسك مبلغ زي ده وأصرفه يعني في حرية، أجيب لي لبس، أجيب لي حاجة حلوة اللي أنا عايزاها، أجيب لي أي حاجة، بس في نفس الوقت حسّيت إن هو كتير أوي عليّا، فرُحت متصلة بيه علشان أشكره كده وقُلت له: "على فكرة ما كانش ينفع إن أنت المبلغ ده تدّيه لي، إيه المبلغ ده؟ هو أنت يعني بتشتغل وتكسب علشان في الآخر تدّيني فلوس تعبك؟" أنا لقيته بيقول لي: "أنا الفلوس دي آخر حاجة عندي، ده أنتِ بالنسبة لي حاجة كبيرة أوي، ودي أقل حاجة ممكن أدّيها لِك والله، ده أنا لو طول أجيب لِك نجمة من السما هاجيبها لِك." لمّا حسيت بقى إن هو بيحبني أوي كده ومتعلق بيّا كده، قُلت طَب يا بنتي ما تعرضي عليه فكرة الجواز كده، قُلت بقى أمّا أعرض عليه فكرة إن هو يتجوزني طالما هو عاوزني وبيحبني بالشكل ده. المهم جه تاني يوم وكلمته وقُلت له:
له: باقول لك إيه، هو أنت مش ناوي تتجوز والّا إيه؟ قال لي: آه طبعًا أكيد ناوي إن شاء الله. قُلت له: طيب ويا ترى بقى البنت اللي أنت مستنيها لقيتها والّا لسه؟ قال لي: بصراحة أنا لقيتها، لكن لسه قدامي كده شوية حبتين، عقبال يعني ما أجمّع لي قرشين الأول. قُلت له: تجمّع لك قرشين؟ ده أنا باسمع يعني إن أنت ما شاء الله ميسور الحال وعندك بيت كده في بيتك يعني عند بيت عيلتك كده، وعندك كمان عربية نُص نقل، مستني إيه؟ قال لي: لا، لا، لأ، ده أنا عايز أجمّع لي قرشين علشان أنا ناوي أستقر في المدينة هنا، مش عايز أرجع بلدي وكده، وكمان علشان أعرف أتكلّم مع أهلها، أنا لسه يعني مش مدبّر فلوس إن أنا أجيب لها شبكة وكده. قُلت له: طب ويا ترى بقى عرفت مين اللي أنت هتروح لها أو أنا أعرفها؟ قال لي: طب هو في حد ما يعرفش نَفْسه؟ قُلت له: يعني إيه؟ يعني أنت قصدك عليّا أنا؟ لقيته بيقول لي: آه طبعًا قصدي عليكِ أنتِ، وأنا كنت هاكلمِك في الموضوع ده، لكن بما إنِّك أنتِ فتحتِ الموضوع ده فكان لازم أعرفِك. قُلت له: طيب وأنت أهلك في البلد هيوافقوا إن أنت تتجوّز واحدة كانت متجوّزة قبل كده؟ قال لي: بُصّي، أنا أصلًا أبويا وأمي متوفيين، وأخواتي بقى كل واحد عايش في حاله وكل واحد مهتم بنَفْسه، وما حدّش له حُكم عليّا، وبعدين يعني أنا مش هاعمل حاجة عيب ولا حرام، أنا هاختار اللي أنا عايزاها تعيش معايا وبس. بس المشكلة دلوقتي إن أنا مش معايا كل الفلوس اللي أقدر أفتح بيها بيت وكده، أنا يعني مش قدّامي أقل من سنتين أو سنة ونُص على ما أقدر أجيب عفش وكده. قُلت له: خلاص يا سيدي على العموم ما تقلقش أنا مستنياك، وعمومًا يعني أنا لو حد جه لي واتقدّم لي يعني في السنتين دول أنا هارفض واستناك، وكنا متفقين على كده ومضبّطين حياتنا على كده. وفعلًا كان كل فترة كده بيبعت لي كده ويقول لي ده أنا محوّش مبلغ كده على جنب، وكان دايمًا بيعرّفني إيه الفلوس اللي هو محوّشها وإيه الفلوس اللي معاه، وبقيت متأكدة فعلًا إن أنا بعد سنتين هاكون مراته. بس يعني ما كنتش راضية إن أنا أعرّف حد من أهلي وكده في الوقت ده، وفي الوقت ده للأسف كان بييجي لي ناس كتيرة جدًا، جدًا بتيجي لي علشان تتقدّم لي، خصوصًا لإني يعني كنت لسه واحدة أرملة ومش معايا أطفال، فمعظم اللي كانوا بييجوا لي يعني علشان يتجوّزوني يا إما بيكونوا عاوزينّي أكون زوجة تانية، أو يا إما عايزينّي واحد كبير يعني وعاوزني أخدمه وكده، وأنا ما كنتش حابة بصراحة إن أنا أتجوّز بالطريقة دي. وخلال السنتين دول كنت للأسف باروح له الشقة يعني في الأول كنت باروح عشان أروّقها له وكده، لكن بعد كده كنت باروح عشانه، وهو بصراحة يعني بقيت متمسكة بيه وبقى هو كل حاجة في حياتي، وبقت كل حاجة بتحصل ما بيننا، والغريب إن أنا ما بقاش هو يعني اللي بيطلبني، ده أنا اللي بقيت أروح له، يعني بقيت أنا اللي باقول له إن أنا عايزة آجي لك وكده، لإنه فعلًا كان بيوحشني ما بقيتش قادرة إن أنا أستغنى عنه. المهم عدّى سَنة على الحال ده، وأنا طبعًا كنت مستنية إن هو بيحوّش يعني الفلوس اللي كان بيقول عليها علشان يجيب باقي الجهاز وكده، وكنت مستنياه يدبّر أموره وكل حاجة، وكنت كمان باروح له كل يوم الشقة أقضّي بقى وقت معاه، وبارجع البيت والمفروض إن أنا خلاص يعني كان فاضل أقل من سَنة وهنتجوّز، وقال لي إنه خلاص يعني هيضبّط الشقة اللي هو قاعد فيها دي، أو هيجيب شقة جديدة علشان يعني مش كل شوية ننقل في مكان تاني. فأنا قُلت له: خلاص اللي تشوفه وأنا هاعرّف أهلي بقى علشان إحنا كمان نضبّط نَفْسنا ونشوف أنا هاجيب إيه. أول ما قُلت له إن أنا عايزة أعرّف أهلي إن هو هييجي يتقدّم لي وكده، لقيته فجأة وشه قلب ألوان كده واتغيّر، وقال لي: لا، لا، لأ، أنا مش عايزِك تعرفي حد دلوقتي أي حاجة، خلّيها بس كده قبل الجواز كده بشهر نعرّفهم، وأنا يا ستي كده ما تشيليش هَم، أنا مش عايزِك تجيبي حاجة ومش عايزِك تجيبي أي حاجة، أنا بس عايزِك تيجي لي بشنطة هدومِك، يعني أنا هاجهّز كل حاجة في الشقة، أنتِ ما تشيليش أي هَم، أهم حاجة. قُلت له: خلاص ماشي اللي تشوفه وما تتعصبش كده. طب طب أنت اتضايقت ليه؟ يعني لاحظت إن هو اتضايق أوي لمّا جِبت له سيرة أهلي، قال لي: لأ أنا مش عايز بس أحمّلكم مصاريف وأنتم مش حِمل مصاريف كتيرة وكده، وكفاية إن أهلِك عليهم إنهم يجوّزوا أختِك الصغيرة وكده. المهم خلاص ماشي قُلت له: يا حبيبي ماشي اللي تشوفه. وتاني سَنة برضه يعني بقى لنا أهو عدّى حوالي 4 شهور أنا مستمرة معاه برضه، كنت باروح عنده كل يوم أو كل يومين يعني باروح وأقعد معاه ساعة علشان يعني ما ينفعش إن أنا أتأخّر على البيت أكتر من كده. كنت دايمًا باتحجج على أهلي وأقول لهم ده أنا رايحة أزور صاحبتي الفلانية، رايحة أزور صاحبتي العلانية علشان يعني ما يشكّوش فيّا، وكنت باروح يعني أقعد عنده ساعتين وكده وأرجع. والمهم إن خلاص عدّى الشهور اللي إحنا كنا متفقين عليها والشهور قرّبت تخلص، وبقى خلاص فاضل على شهر على الجواز اللي هو كان موعدني فيه زي ما إحنا كنا متفقين. فجيت كده في يوم من الأيام باتصل عليه، الغريب إن أنا أول ما اتصلت لقيته ما ردش عليَّ على طول، اتصلت كده قعدت
3 أيام كده، برضه ال3 أيام دول ما كانش بيسأل عليَّ فيهم خالص، مع إن دي مش عادته، ده ما كانش بيعدّي يوم إلا أمّا بيتصل بيّا حتى يطمن عليَّ. المهم عدّى 3 أيام، فقُلت كده أمّا أتصل بيه، راح رايد عليَّ وقال لي: "معلش أصل أنا مشغول دلوقتي، اقفلي دلوقتي وهاكلمِك بعدين، هاخلّص كل حاجة وهاكلمِك." قعدت مستنية يوم كامل وتاني يوم ما اتصلش برضه ولا حد كلمني، فجيت أتصل بيه لقيت تليفونه مقفول. فضلت أجرّب طول اليوم، طول ما أتصل كده التليفون بتاعه دايمًا بيدّيني مُغلق. قُلت خلاص تاني يوم هاعدّي عليه في المحل ليكون جرى له حاجة والّا يكون في حاجة حصلت. بصراحة أنا قلقت عليه جدًا لمّا لقيت موبايله على طول مقفول وما بيفتحش خالص ولا بيتكلم معايا. المهم جه تاني يوم الصبح رُحت لابسة العباية بتاعتي ورُحت طالعة كده، ركبت أي حاجة ونزلت عند الشقة ولبست كده ونزلت كده وصلت قدّام المحل بتاعه، ولقيت بقى استغربت لمّا لقيت المحل بتاعه مقفول. أنا متعودة وعارفة إن هو دايمًا بيصحى بدري يفتحه يعني، علشان يعني بييجي له بضايع كده الصبح بدري، بييجي له واحد بتاع تاجر جملة يعني بيدّي له البضاعة، فأنا عارفة إن هو دايمًا بيصحى من بدري الساعة 6:00 فأنا بصراحة قلقت عليه أوي. جريت برضه أتصل عليه وأنا واقفة قدّام المحل برضه بيدّيني إن التليفون بتاعه مقفول. رُحت بقى طلعت قدّام الشقة كده وقعدت برضه أرن على الجرس، برضه قعدت حوالي نُص ساعة أرن على الجرس بتاع الشقة ما فيش حد بيرد ولا حد بيفتح. نزلت ما بقيتش عارفة أعمل إيه والّا أسأل مين، فقُلت أمّا أسأل مثلًا على المحل اللي جنبه يمكن يكون عارف حاجة. فدخلت المحل اللي جنبه ولقيت في راجل شيخ كده، راجل كبير في السن قاعد في المحل وواقف فيه. فباقول له: "يا حاج هو بتاع الخضار ده بيفتح إمتى؟" قال لي: قصدِك على اللي هو كان فاتح الخضار وكده؟" قُلت له: "آه." قال لي: "يا بنتي ده ماشي من هنا وكان بيصفّي الحاجة اللي عندهم ماشي من هنا أول امبارح." يعني قُلت له: "معقولة اللي أنت بتقوله ده يا حاج؟" أنا ساعتها لمّا قال لي كده أنا كان هيغمى عليَّ من الصدمة اللي أنا كنت فيها. قُلت له: "هو أنت متأكد يا حاج من الكلام اللي أنت بتقوله؟" لقيته بيقول لي: "يا بنتي طب وأنا بيني وبينِك إيه يعني علشان أكذب عليكِ أو علشان أغشِّك أو أقول لِك أي كلام، هو أنا أعرفِك أصلًا؟" المهم سِبت الراجل وخرجت من عند الراجل وأنا مش قادرة أصدّق يعني الكلام اللي بيتقال ده، يعني ساعتها كنت هاتجنن. كان معايا وقتها بقى رقم صاحب البيت اللي أنا ما أنتم عارفين إن أنا كنت واخدة الشقة دي يعني متأجراها، والخُضري ده أخدها مني بعد كده اتأجرها، فكان معايا رقم صاحب البيت. فرُحت متصلة بقى بصاحب البيت وقُلت له: "يعني أنا ما الاقيش عندك شقة في البيت إيجار وكده." شكيت بقى إن هو طالما عزِّل وساب المحل وكده فأكيد هو ساب الشقة الإيجار اللي كان واخدها. فباسأل صاحب البيت باقول له: "أنت ما عندكش شقة إيجار عايز تأجرها؟ علشان يعني في واحدة صاحبتي بتدوّر على شقة يعني إيجار وعايزة تقعد فيها." قال لي: "آه، ده أنا عندي شقة." قُلت له: "هي في الدور الكام؟" قال لي: "الشقة اللي أنتِ كنتِ ساكنة فيها يا مدام." قُلت له: "ماشي، مش الشقة اللي أنا كنت ساكنة فيها دي أنت أجرتها لبتاع الخضار اللي هو الخضري ده اللي كان هو اتأجر من عندك المحل؟" قال لي: "آه، ما هو اللي هو كان مأجرها وكلمني وقال إن هو خلاص هيسيب المدينة كلها وهيرجع خلاص على بيت أهله اللي هو في الصعيد وكده، ومش ناوي إن هو يرجع تاني، هو خلاص صفّى البضاعة بتاعته وناوي إن هو ما يشتغلش الشغلانة دي تاني." وقالوا إنه خلاص هيرجع وهيستقر في بلده وهيتجوز هناك. حاولت بقى ساعتها إن أنا أتمالك أعصابي وأنا باكلم اللي هو الراجل صاحب البيت ده، وقُلت له: "طيب خلاص أنا هاشوف صاحبتي كده وهارجع أرُد عليك تاني." وقفلت معاه بقى وأنا بقيت منهارة من العياط في الشارع. ما كنتش متخيلة إن بعد كل اللي حصل ده إن هو يغدر بيّا ويسيبني كده ويختفي فجأة من قدامي. أنا اتصدمت صدمة عمري فيه. طبعًا أنا حمدت ربنا إن أنا ما كنتش عرّفت أهلي أي حاجة من كل اللي حصلت ما بيني وما بينه ده. أنا كل اللي حزنت عليه بس الحب اللي أنا اديته له والحاجات اللي كانت ما بيننا. يعني لمّا كنت باروح عنده يعني كنا كإننا عرسان جداد، لدرجة إن هو ضحك عليَّ وكان بيعمل معايا كل حاجة، يعني هو كان كإنه متجوزني، فإزاي إن هو يغدر بيّا بعد كل اللي حصل ده، وإزاي يسيبني بعد كل الاتفاق اللي هو كان متفقه معايا. كمان اللي تعبني وقهرني أكتر إن أنا ما كنتش طبعًا عارفة أي حاجة ولا كنت عارفة أوصل له. يعني أنا عارفة إن هو صعيدي ومن الصعيد، لكن ما أعرفش حتى من أنهي بلد ومن أنهي محافظة ومن أنهي حتة. يعني معنى كده إن أنا مش هاعرف إن أنا أتواصل معاه تمامًا. كان له رقم تليفون تاني غير الرقم اللي هو بيكلمني منه، أتصل برضه على رقم التليفون بتاعه التاني ما بيردش. يعني يعتبر كده كل حاجة كانت متصلة بيه، كل حاجة انفصلنا عن بعض نهائي. مش عارفة أتوصّل له يعني ولا عارفة أتوصّل له. أنا مش عارفة أعمل إيه ومش عارفة، يعني حياتي كلها كده اتدمرت فجأة. فجأة اتغدر بيّا في لحظة واحدة. يعني صحيت تاني يوم الصبح لقيت
نفسي اتغدر بيا من شخص مش عارفة أقول عليه إيه، ربنا ينتقم منه. أنا زعلانة أوي على السنتين اللي أنا ضيعتهم من عمري، وكمان على كمية العرسان اللي أنا رفضتها. يعني أنا كان بييجي لي عرسان كويسة، آخرهم كان واحد مدرس وكانت ظروفه كويسة وأنا رفضته بسببي. أنا عمره ما هاسامحه على اللي عمله فيا، أنا عمري ما هاسامحه في عمري نهائي، وعمري ما هاكرر الغلطة اللي أنا غلطتها دي. أنا حاسة بذنب كبير وحاسة إن أنا عملت حاجة حرام، كفاية إن أنا غضبت ربنا. أمال بقى لو أهلي عرفوا إن أنا عملت حاجة زي كده هيعملوا فيا إيه؟ أنا باحمد ربنا كل يوم إن ربنا سترها معايا الفترة اللي فاتت دي، ومستنية إن ربنا يعوضني، لإن أنا اتغدر بيا بطريقة وحشة جدًا من واحد مش عارفة أقول عليه إيه. يعني ربنا ينتقم منه، لإن أنا عمري ما هاسامحه طول حياتي على اللي هو عمله فيا وعلى الأزمة النفسية اللي هو سببها لي. أنا طبعًا عارفة إن أنا غلطت، وإن المفروض اللي أنا كنت أعمله ده ما كانش يحصل، والمفروض إن أنا كنت أقعد معززة مكرمة في بيت أهلي، بس أعمل إيه؟ هو اللي جراني لطريقه، وهو اللي كان بيحاول يتقرب مني، وكان بيديني فلوس، وكان فارش لي الأرض ورد. أنا مش عارفة أعمل إيه وأتصرف إزاي في الذنب الكبير اللي أنا وقعت فيه ده. أنا باتمنى إن ربنا يسامحني يعوضني بشخص يقدرني وأقدره، ويحترمني وأحترمه، ويعوضني عن كل السنين اللي ضاعت من عمري. وأنا طبعا بقول القصة دي علشان تبقى عظة وعبرة لأي واحدة، إن هي ما تسلمش قلبها لأي واحد يدق قلبها على طول، وإن هي ما تتكلمش مع أي حد غريب، ولا تاخد أي فلوس من أي راجل غريب. أكيد الفلوس اللي بيديها لك دي بتبقى وراها وإنه عايز ياخد منك حاجة أكبر، عايز يسحب منك كرامتك ويسحب سمعتك ويضيعك. اوعي يا بنت الحلال تسلمي نفسك بالرخص كده، وحافظي على نفسك، واوعي تكلمي حد غريب، واحتفظي ببيتك ومملكتك وزوجك.